محمد رمضان لما ابتدى مشواره الفني كتير من الجمهور والنقاد كانوا شايفينه موهوب بجد. بداياته كانت في أدوار صغيرة في السينما والمسرح، وشوية بشوية لمع نجمه خصوصا بعد أفلام زي عبده موتة ومسلسل ابن حلال وكمان الأسطورة. ساعتها الناس قالت إن ده خليفة أحمد زكي الجديد، وكان بياخد أدوار بطل شعبي حبته الناس. نجاحاته المبكرة خلته نجم شباك، وأفلامه ومسلسلاته كسرت الدنيا في فترة معينة. يعني محدش يقدر ينكر إنه ممثل شاطر وعنده حضور قوي. ده غير إنه دخل مجال الغنى برضه وعمل أغاني نجحت زي نمبر وان ومافيا. ومن هنا ابتدى يلقب نفسه بنمبر وان، ويستخدم اللقب ده كعلامة تجارية شخصية ليه أو براند خاص لنفسه. لكن لقب نمبر وان نفسه كان سيف ذو حدين. صحيح بيأكد ثقته بنفسه إنه شايف نفسه رقم واحد، إنما برضه ناس كتير شايفاه غرور واستفزاز لزمايله. ومن هنا بدأت ملامح الجدل حوالين شخصيته تظهر. محمد رمضان أصبح مركز جدل مش بس عشان شغله، لكن كمان عشان تصرفاته وتصريحاته بره شغله.